القرع السكري بيبقى موجود بكثرة عند الوكايل بتاعة الفاكهة. يعني ممكن تروحي لأي وكالة كده بتاعة فاكهة وتجيبي لك قرعاية ولا اتنين تقطعها وتحطها في الفريزر وتعملي بقى ايه حاجات كتيرة، مربى، صينية قرع، قرع بالبشاميل، قرع بالمهلبية. وادخلوا بس كده وابحثوا عن فوائد القرع وانتوا هتنبهروا بالنتائج اللي تطلع لكم. هنعمل مع بعض صينية قرع سكري بطريقة زمان، طريقة حلوة اوي تعجبكم ان شاء الله. اول حاجة كده طبعا جبت القرعاية قشرتها وعملتها شرايح زي شرايح البطيخ كده، وقطعتها بالجنب بتاع الشيبس بتاع المبشرة بتاعة البطاطس دي. لو مش موجودة عندك هتقطعها ايه قطعها كده ايه شرايح رفيعة علشان ما تاخدش معاكي نار كتيرة وتستوي معاكي بسرعة. بعد كده احط عليها السكر، بسم الله الرحمن الرحيم. بتحط السكر اللي انت عايزاه بقى. انا حطيت نص كيلو سكر كده على كيلو ونص قرع. اقلبها كده، اقلب السكر كده واسيبه ساعة واحدة بس، وبعد كده نشوف هنعمل بعد كده ايه. بعد ما سبته كده في السكر حوالي ساعتين سرد المية بتاعته كلها. تصبوه في صينية كده بقى. جربوا الطريقة تعجبكم جدا والله. فرد كده كويس. ولو عايزة بقى تحط عليه مكسرات حط، سوداني، زبيب، جوز هند حط، بس انا بصراحة بحب اعمله سادة كده. احطه بقى ايه يستوي بالمية بتاعته كده، واضيف عليه الاضافة دي بتفرق اوي في الطعم. معلقة سمنة كبيرة تديكي طعم حلو اوي. هتحطها في الفرن بقى على درجة حرارة عالية كده اول 10 دقايق، وبعد كده بتهدي النار عليه وتسيبيه مثلا حوالي ايه ساعة الا ربع، نص ساعة. طبعا القرعية بتاعتك، في قرع بيبقى فيه مية كتيرة بيستوي بسرعة، وفي قرع بيبقى ناشف يبقى عندك من زمان بياخد ايه فترة على مستوي، يعني ممكن يعدي الساعة كده على نار هادية. ولو لقيتيه بقى ايه ما استواش بالمية بتاعته كده وجيتي تشوفيه لقيتيه لسه عايز مية، لو عندك لبن بقى ضيفيله اللبن بدل المية، هيفرق اوي في الطعم والله يا حبايبي. انا دايما ما بلاقي القرع عايز مية ما بحطلوش مية، لو عندي لبن بحط اللبن بيدينا طعم حلو اوي. انا هحطه على البوتاجاز الاول كده عشان مستعجله، ياخد غلوه حوالي 10 دقايق كده على عين البوتاجاز من فوق، واول ما يبدا يغلي ادخله بقى في البوتاجاز على اخر رفه خالص من الارضيه. طبعا بولع البوتاجاز الاول بيبقى درجه حرارته عاليه واسيبه لمده 10 دقايق، وبعد كده هدي النار عليه لحد ما يستوي. لو لقيته عايز لبن بضيف له لبن، لو ما عندكش لبن هتضيفي ميه. ولما تلاقيه يستوي خالص بترفعيه بقى ايه فوق كده عند الشوايه تديله لون احمر. والصحه والعافيه على قلوبكم يا حبايبي. هوريهولكم بقى ايه بعد ما يستوي خالص ونشوفوا ايه شكله كده وجماله. بصوا ما شاء الله خدت بالظبط ساعه الا ربع في النار في البوتاجاز، وما حطيتلهاش لبن ولا اي ميه، هي استوت كده منها فيها لان كانت مطلعه ميه ياما يعني. طعمها والله يا حبايبي رهيب ما شاء الله. ممكن بقى تعملي طبقه بشاميل بالسكر ومعلقه سمنه بلدي كده وتحطها على الصينيه من فوق، تبقى دورين يعني، دور قرع سكري والدور التاني بشاميل او مهلبيه. بس بصراحه هي كده طعمها حلو اوي والله يا حبايبي. القرع السكري بيبقى موجود بكثره عند الوكايل بتاعه الفاكهه. يعني ممكن تروحي لاي وكاله كده بتاعه فاكهه وتجيبي لك قرعايه ولا اتنين تقطعها وتحطها في الفريزر وتعملي بقى ايه حاجات كتيره، مربى، صينيه قرع، قرع بالبشاميل، قرع بالمهلبيه. وادخلوا بس كده وابحثوا عن فوائد القرع وانتوا هتنبهروا بالنتائج اللي تطلع لكم. واسيب لكم برده في اول تعليق مثبت الطريقه التانية اللي هي برده بالمكسرات من الالف للياء، من اول ما تبداي تقشريها لحد ما تسويها كل حاجه على الطبيعه. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا حبايبي. لو الفيديو عجبكم بالله عليكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو انتوا ضيوف جديده. مع السلامه.